السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. خطة من خوخي بوعلام يكلف العناب الهدف الأول لأسود تيرانغا. السنغال تسجل الهدف الأول. أراد أكرم عفيف يا سيدية السنغالية. التغطية من خوخي بوعلام أن يركزوا أكثر الآن، يبحثوا عن العودة. فقد عادت السعودية وقامت بريمونتادا أمام منتخب الأرجنتين، وقد عاد السنغال يتفوق فيها مع طول الفارع للاعبين. خطأ كان موجود، التدخل على يوسف السبان. أكرم يزال، أكرم ما زال، عرضية تأتي ولكن خليدو كوليبالي فطر. خليدو أكرم والعرضية بعد ذلك أولى بطولات كأس العالم، وبالتالي عليك أن تحارب من أجل أن تحقق ما هو أمل بالنسبة للركلة الركنية. منقولة كرة عالية تغطية، ثمرة يسجل ثاني الأهداف. طريقا متسلل إسماعيل محمد، متسلل إسماعيل محمد. مباريات قدم وصلت إلى إسماعيل والتدخل موجود. الثانية والحمراء، الثانية والحمراء، هكذا يقول حسن لايدوس للسيد ماتيو لاهوت. الرأسية تأتي، فرصة هي ما زالت ولكن في الأخير كانت مقطوعة. عبد الكريم طرف ليمان، عرضية لا ترسل، خطيرة تأتي، لديه كرة عبد الكريم والتصويب. عبد الكريم من هذه المسحة. أكرم وتمرير المعز. هي المعز خطيرة، كانت قريبة، كانت أن تتهادى إلى الشباك لولا إدوار ميندي. المعز إلى بيدرو يا بيدرو بعيدة. يلا الهيدوس، هذا جول. ضاعت الكرة ولا ما زالت كريم راسية من أجل الهدف. ولكن الركلة الركنية الهيدوس يرسل الكرة للبحث عن مرور. هنا تمريرة محاولة قائمة، تسديد بعيد، مرت بسلام. الكرة طولية عالية خطيرة، جول. ركلة ركنية. الكرة إلى إسماعيل في محاولة عرضية والراسية. أن تلعب منقولة كرة عالية، راسية تحضر ريمات. فرصة العرضية لا تأتي، خطيرة. وفي وقت الفرح، وفي وقت خطة من خوخي بوعلام يكلف العناب الهدف الأول لأسود تيرانغا. السنغال تسجل الهدف الأول. أراد أكرم عفيف يا سيدية السنغالية. التغطية من خوخي معلم أن يركزوا أكثر الآن، يبحثوا عن العودة. فقد عادت السعودية وقامت بريمونتادا أمام منتخب الأرجنتين، وقد عاد السنغال يتفوق فيها مع طول الفارع للاعبين. خطأ كان موجود، التدخل على يوسف السبان. أكرم يزال، أكرم ما زال، عرضية تأتي ولكن خليدو كوليبالي فطر. خليدو أكرم والعرضية بعد ذلك أولى بطولات كأس العالم، وبالتالي عليك أن تحارب من أجل أن تحقق ما هو أمل بالنسبة للركلة الركنية. منقولة كرة عالية تغطية،
تسجل ثاني الاهداف. طرف الايمن متسلل اسماعيل محمد، متسلل اسماعيل محمد. مباريات قدم وصلت الى اسماعيل والتدخل موجود. الثانيه والحمراء، الثانيه والحمراء، هكذا يقول حسن الهيدوس للسيد ماتيو لاهوتس. الرأسية تأتي فرصة، هي ما زالت ولكن في الأخير كانت مقطوعة. عبد الكريم طرف الأيمن، عرضية لا ترسل، خطيرة تأتي، لديه كرة عبد الكريم والتصويب. الله يا عبد الكريم من هذه المسحة. أكرم وتمرير المعاز. خطيرة كانت قريبة، كادت أن تتهادى إلى الشباك لولا إدوار مندي. المعز إلى بيدرو يا بيدرو بعيدة. يلا الهيدوس، هذا جول. ضاعت الكرة ولا ما زالت كريم راسية من أجل الهدف، ولكن ركلة الركنية الهيدوس يرسل كرة للبحث عن مرور. هنا تمريرة محاولة قائمة تسديد بعد، مرت بسلام. الكرة طولية عالية خطيرة، جول. ركلة ركنية. الكرة إلى إسماعيل دي محاولة عرضية والراسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورس علاج مدته 3 شهور لإنبات شعرك إذا كنت عندك صلع وراثي أو غير وراثي، وعندك مشكلة تساقط شعر اللي هي مبدئيا بتكون سبب الصلع. هي بيبدأ شعرك يتساقط في البداية، شهر ورا التاني، سنة ورا التالتة ورا الرابعة، بتلاقي نفسك خلاص بقيت أصلا. الكورس ده هو نيور هول لوشن، أنا بنصحك إن أنت تستعمله لمدة 3 شهور عشان تشوف نتيجة إيجابية بإذن الله. الكورس طبعا زي ما انا قلت 3 شهور كبداية، يعني انت بتشوف نفسك في ال3 شهور دول ان شاء الله عامل معاك استجابة ولا لا، وانا باكد لك وباذن الله وامر الله، طبعا دي حاجة بيد الله سبحانه وتعالى، ان نيور هول لوشن هو افضل علاج للصلع الوراثي حاليا موجود في الوطن العربي. الكورس زي ما انا قلت خليك ماشي عليه لمدة 3 شهور متتالي عشان خاطر تشوف نتيجة كويسة. هو المفروض من 3 ل6 شهور، بس انت مبدئيا هتمشي 3 شهور. بعد 3 شهور هتشوف نتيجة طبعا تفرحك، هتلاقي نفسك بتكمل لوحدك مع نيور هول لوشن لعلاج الصلع الوراثي والغير وراثي. طبعا انا بقول لك كده عن طريق تجربتي وعن تجارب ناس كتير. لو حبيت تسأل في جروب ليا انا عامله، وفي فيديوهات كتيرة مرفوعة على اليوتيوب، وفي ناس مجربة المنتج ده والنتيجة معاهم إيجابية 100%. أتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.